مرحبا بكم مرة أخرى، والله يسعد مساكم بكل خير. وكما عودناكم في سالفتنا الليلة السوالف الطيبة اللي ترجع بالفائدة للمتابع. سالفتنا الليلة تقول إن فيه والي قرر إنه يتنكر في زي تاجر وينزل للسوق علشان يتفقد أحوال الرعية. وأثناء تجول الوالي في السوق لاحظ إن فيه دكان فيه شيبة كبير في السن وقاعد له على كرسي قديم متهالك، ولا عنده إلا لوحات، واللوحات هذه كلها مغبرة. فقرر أنه يدخل عليه ويشوف وش عنده. دخل الوالي على هذا الشيبة، سلم عليه، رد عليه السلام الشيبة من غير ما يقوم من مكانه، وكان هادي وعنده ثقة في نفسه. فقال له ايش تبيع انت هنا؟ قال انا ابيع ذي اللوحات اللي انت تشوف، ابيع شيء لا يقدر بثمن. فضحك الوالي قال له وش اللي انت تبيع؟ هنا لوحات ومغبرة. قال هذه اللوحات اللي انت تشوف فيها شيء اغلى من اللي يبيعونه في السوق. طبعا تبسم الوالي، ما يدري هل الرجال ذا صاحي، هل الرجال ذا مجنون. يعني ما فيه شيء يقدر بثمن، لوحات مغبرة ولا فيه إلا يمكن 4 لوحات 5 لوحات. قال طيب أنت ما عاد عندك إلا ذي اللوحات أو العدد البسيط من اللوحات. قال راحت أو بعت الكثير منها ولا بقى إلا ذا اللي أنت تشوفه، وهذه اللوحات عندي أغلى مما يباع في السوق كله. قال له طيب أنت شنت تبيع ذا اللي أغلى ما في السوق؟ قال أنا أبيع الحكمة وقد بعت الكثير منها. فاستغرب القاضي وطلع من الدكان أو البائع وهو مستغرب من ذا الرجال، هو صاحي ولا مجنون. طبعا قبل يطلع الوالي مسح حدا اللوحات، نفض الغبار اللي عليها علشان يقرأ ويش مكتوب. فلقى مكتوب فيها فكر قبل أن تعمل، فكر قبل أن تعمل. كان مكتوب في أحد اللوحات اللي نفضها أو نفض الغبار منها الوالي. طلع الوالي من صاحب الدكان أو من البائع وكان يفكر في هذا الرجل. المهم واصل طريقه وكان عنده نية أنه يقدم على موضوع، ولكن هذا الموضوع منافي للحياة أو غير مناسب للمواطنين. فاستخار وأخذ سالفة البائع أنه فكر قبل أن تعمل، فانشرح صدره للموضوع ذا وهون عن السالفة اللي في باله. طبعا الوالي أدرك قيمة هذه اللوحة أو قيمة هذه الحكمة، فانشرح صدره واقتنع بكلام هذا البائع، وفعلا تراجع عن هذا القرار اللي كاد أن يضر به كوالي. طبعا رجع الوالي صاحب الدكان عقب ما اقتنع في الحكمة اللي استفاد منها على الصعيد الشخصي. رجع له قال كم تبيع اللوحة؟ قال ب10,000 دينار. قال له طيب نزل لي شوي. قال ولا ريال. قال له ب1000. قال له 2000 3. المهم إلين وصلها 10. قال تبغي ب10,000 ولا اتركها في مكانها، بيجي غيرك يشتري منها وبيستفيد. قال له خلاص بشتريها. قام الرجال هذا الشيبة الكبير في السن واخذ له خرقة ونفض اللوحة، وبعد ما نظفها سلمها للوالي أو التاجر وأعطاها 10,000 وقال له لحظة بعطيك شرط علشان تستفيد من الحكمة. طبعا مثل ما قلت لكم الوالي متنكر بزي التاجر، فقال له شرطي أو الشرط أنك تستفيد من هذه الحكمة أنك تكتبها في كل زاوية أو في كل جدار في بيتك، وتحطها في أدواتك وتحطها في ملابسك، تكتب هذه الحكمة. فقال له إن شاء الله أني أطبقها. وفعلا
بعد ما رجع الوالي إلى قصره فقام وكتبها على الحيطان أو الطوف أو الجدران، وقام يكتبها في أدواته، خلفية ملابسه، خلفية ملابس الخدم. المهم أنه طبق الشرط علشان يستفيد من هذه الحكمة. طبعا الحكمة مثل ما قلت لكم فكر قبل أن تعمل، يبغيه يكتبها في كل مكان، فكر قبل أن تعمل. مثل ما قلت لكم نفذ الوالي شرط هذا الشيبة اللي باعه الحكمة. مرت الأيام والشهور، قرر أمير الجند أو رئيس الجند بالانقلاب على الوالي وأخذ الحكم منه، فاتفق مع الحلاق الخاص بالوالي أنه إذا جاه يحلق له يذبحه ويتخلص منه، ويكون الجند موجودين في القصر ويستولي على الحكم. طبعا اتفق مثل ما قلت لكم مع الحلاق، وراح الحلاق إلى القصر. أول ما أقبل على القصر إلا الحكمة مكتوبة على باب القصر: فكر قبل أن تعمل. هنا دخل الخوف في قلب الحلاق، فدخل داخل فإذا بالجدران مكتوب فيها: فكر قبل أن تعمل. زاد الخوف، فجابوا الأدوات حق الحلاقة للوالي، وإذا مكتوب عليها نفس الحكمة: فكر قبل أن تعمل. هنا دخل الرعب في قلب الحلاق، فلما جاءوا الخدم والحشم في كل واحد مكتوب على القميص اللي هو يلبس من الخلف نفس الحكمة. دخل الرعب في قلب الحلاق، وخاف يكون الوالي على علم أنه جاي يقتله، وأنه حط له هذه كلها علشان ينتبه. وهنا بعد ما دخل الوالي خاف الحلاق واعترف بكل شيء صار معه. طبعا الوالي كان منتبه للحلاق أنه ينتفض ويتعرق، وهنا عرف أن فيه مصيبة، وسأله بعد ما سأله اعترف له بكل شيء. فاستفاد هذا الوالي من هذه الحكمة. وفعلا الإنسان إذا فكر قبل أن يعمل أو يقدم على شيء إيش نفعه وإيش ضرره، هنا بيعرف أن قراره صائب أو غير صائب. طبعا أمر الوالي بالقبض على رئيس الجند والعصابة اللي معه، وإعفاء الحلاق لأنه اعترف بذنبه. المهم أن الوالي اعتز بهذه اللوحة، وعرف فعلا أن ثمن الحكمة هو أغلى ما يباع في السوق. فبعد ما استفاد من هذه الحكمة قال: أنا برجع للشيبة لعلي أخذ لي حكمة ثانية. وفعلا راح للسوق، ويوم جاء فلقى الدكان مسكر، ولما سأل عن الشيبة قالوا له توفى. هذه سالفة الليلة، وأتمنى أنها عجبتكم. إن عجبتكم فأنتوا اللي تجملونها، وما عجبتكم فمعوضين إن شاء الله، وابشروا بغيرها. في أمان الله. وهذه السالفة عبرة وحكمة، إنك لا تسوي شيء قبل ما تفكر فيه، لا تقدم على عمل أي شيء قبل ما تفكر فيه إيش ضرره وإيش نفعه. فإذا عرفت أنت ضرره ونفعه، وعرفت أنت ضرره أكثر من نفعه، فاتركه. وإن عرفت أنت النفعه أكثر من ضرره فسوه، وتكون خطيت خطوة صحيحة.